بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هنكمل بقية الوحدة بتاعتنا Unit 1 at the campsite. هنكمل الدرس الثالث والرابع اللي هو القاعدة بتاع الوحدة والفونكس. طيب أول حاجة عندنا يا حبايبي القاعدة بتاع الوحدة بتاعتنا اسمها إيه؟ The past simple tense with regular verbs. يعني ايه الكلام ده؟ يعني زمن الماضي البسيط مع الافعال المنتظمه. انا اول حاجه عايز اقول لكم احنا عندنا الازمنه بتاعتنا، فعندنا ماضي وعندنا حاضر وعندنا ايه مستقبل. هنتكلم النهارده ان شاء الله على ايه؟ على الماضي. طيب يبقى حبايبي زمن الماضي البسيط بيستخدم ايه؟ للتعبير عن حدث تم وانتهى في الماضي. يعني حاجه حصلت في الماضي وخلصت خلاص، حاجه حصلت في الماضي ايه وخلصت. طيب ناخد بقى ايه التكوين. الماضي البسيط ده يا حبايبي بيتكون من ايه؟ بيتكون من التصريف الثاني للفعل. بيتكون من ايه؟ التصريف الثاني للفعل. طيب يا مستر انا بجيب التصريف الثاني للفعل ده ازاي؟ هقول لك يا حبيبي هي حاجه بسيطه خالص. بنحط الفعل اي دي او دي او اي دي. انت لخبطتني كده يا مستر. طب انا هحط اي دي ولا دي ولا اي دي؟ هقول لك انا دلوقتي. اول حاجه مع اغلب الافعال بنحط ايه؟ اي دي. زي مثلا فيرب اسمه واتش يبقى ايه؟ واتشت. فيرب مثلا زي لوك هيبقى ايه؟ لوك. امتى بقى يا مستر بحط دي؟ لو كان الفيرب اخره اي. لو كان الفيرب اخره ايه؟ اي. يعني انا مش هحط اي دي، مش هحط اي دي، لا هي ايه؟ هنحط دي بس. زي مثلا عندنا فيرب اسمه بيك يبقى ايه؟ بيكت. حطينا ايه؟ دي بس. زي فيرب اسمه كلوز يبقى ايه؟ كلوزد. زي فيرب تالت اسمه دانس هيبقى ايه؟ دانسد. زي فيرب اسمه لاف هيبقى ايه؟ لافد. تمام. طيب يا مستر انت كده قلت لي بضيف اي دي امتى وبضيف دي امتى، ما قلتليش باي اي دي امتى. بسيطه برضو يا حبيبي، لو الفيرب اخره واي بس قبله حرف ساكن. طيب عشان اعرف الحروف الساكنه لازم اكون عارف الحروف المتحركه. الحروف المتحركه اللي هي ايه او اي او اي او 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 يو، الخمس حروف اللي احنا ايه بنقول عليهم ايه؟ ايو. طيب لو الفيرب اخره واي قبله حرف غير الحروف الخمسه اللي انا قلتها ديت، بنحذف الواي ونحط ايه؟ اي دي. مثلا زي فيرب ستادي اخره واي اهوت قبله الدي ده طبعا ايه؟ ساكن مش متحرك. احنا قلنا المتحرك ايه او اي او اي او يو، ده منهم؟ لا مش منهم. يبقى هنحذف الواي ونحط ايه؟ اي دي. يبقى ايه؟ ستادي. طيب افرض بقى يا مستر لو الفيرب بتاعنا اخره واي بس قبله حرف من الحروف المتحركه، هحذف الواي برضه احط اي دي؟ طبعا لا. احنا قلنا القاعده بتقول لو الواي قبلها حرف ساكن بنحذف الواي نحط ايه؟ اي دي. طيب لو الواي بقى قبلها حرف من الحروف الخمسه ده هنعمل ايه؟ هنحط اي دي بس. سهله خالص اهي. يبقى نراجعها. بنحط مع اغلب الافعال اي دي. لو الفيرب اخره اي بنحط دي بس. لو الفيرب اخره واي قبلها حرف ساكن بنحذف الواي ونعمل ايه؟ ونحط اي دي. اما لو الفيرب اخره واي قبلها حرف متحرك ما بنحذفش الواي، بنسيب الواي زي ما هي وبنحط ايه؟ اي دي مع الفيرب. ناخد بقى امثله معانا. الولاد دول قاعدين بيسمعونا قصص، يبقى نقول ايه؟ they listened to stories. الفيرب اسمه listen اخره ان، ضفنا له ايه؟ اي دي اهي. الاي اس تي اي ان ده الفيرب اللي هو listen يستمع. عشان نجيب التصريف التاني بتاعه حطينا له ايه؟ اي دي. طيب تاني فيرب امي طهت ايه؟ الافطار. يبقى نقول my mother cooked breakfast. my mother cooked breakfast يعني امي طهت ايه؟ وجبه الافطار. طيب كده عرفنا ازاي بجيب الجمله في الاثبات. طيب عايز انفي بقى مستر؟ بسيطه وسهله خالص. حط didn't مع اي ضمير من السبع ضمائر بتوعنا وبس. بعد كده هنحذف الاي دي من الفيرب. هنحذف ايه؟ الاي دي. يبقى مش هنقول didn't listened، لا هنقول didn't listen. يبقى لما نيجي نستخدم في النفي هنستخدم ايه؟ بص كده معايا. مع اي او هي او شي او ات او يو او وي او they او اي اسم مفرد او اي اسم جمع ما يفرقش معانا. هننفي بايه؟ بديد نوت او didn't وبعد كده ايه؟ مصدر الفعل. وبعد كده ايه؟ مصدر الفعل. هنقول مثلا مثال اهوت. she هي didn't watch the sunrise. هي لم تشاهد ايه؟ شروق الشمس. she didn't clean the tent. هي لم ايه؟ لم تنظف الايه؟ الخيمه. تمام كده اتفهمت؟ يبقى بنفي بديدنت وبعد كده ايه؟ مصدر الفعل. محدش يقول لي she didn't clean، لا غلط. ما دام جاب didn't
يبقى ايه بنحذف الاي دي على طول. طيب يا حبايبي عايز اسال بقى بهل بستخدم ايه؟ بستخدم did. استخدم did على طول. احنا كنا بننفي didn't، لما اجي اسال هستخدم ايه؟ did. يبقى اقول مثلا did و I او هي او she او it او we او you او they او اي اسم مفرد او اي اسم جمع، وبعد كده مصدر الفعل، وبعد كده ايه باقي السؤال. طيب لو انا عايز اجاوب، احنا نركز كده، لو السؤال بيبدا بدid يبقى معناه هل، يبقى انا عايز الاجابه yes او no. yes والفاعل ودid، او no والفاعل ودidn't. يعني مثلا عندنا مثال اهو did you listen to story، هل استمعت الى القصص؟ ونخلي بالنا ان you لازم بتتحول لايه؟ لاي. هو بيقول لك هل استمعت انت للقصص، ما ينفعش اقول نعم انت استمعت، هقول ايه؟ نعم انا استمعت. انا يعني ايه؟ اي. يبقى هنحول يو هتبقى اي، يبقى هنقول ايه؟ يس اي ديد. بنعمل مقص على طول، يعني بتجيب يو مكان ديد وديد مكان يو، بس نخلي بالنا ان يو هتتحول لايه؟ اي. يبقى قلنا ايه؟ يس اي ديد. طيب المثال الثاني بيقول لك ايه؟ ديد شي كلين ذا تنت، هل هي نظفت الخيمه؟ لو نظفت هنقول ايه؟ يس شي ديد. طب هي ما نظفتش هنقول ايه؟ نو ونعمل ايه؟ مقص شي وديد نوت او didn't. نخلي بالنا ان مع يس هنجيب ديد، مع نو لازم نحط ايه؟ نوت لديد. يبقى هنقول ايه؟ ديد نوت او ايه؟ او didn't. طيب كده خلصنا الدرس الثالث، نخش بقى على ايه؟ الدرس الرابع بتاعنا اللي هو الفونكس تايم. عندنا مجموعه من الاصوات هندرسها دلوقتي. يلا نقرا مع بعض. سبون 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 سبون. اللي بعدها سمايل 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 سمايل. وطبعا الصورة ما عندك اهيت، مش محتاجة ان انا ايه اقول لك الترجمة بتاعتها. سنيز 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 سنيز. سلايد 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 سلايد. بلين 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 بلين. flower 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 flower. present present. bread bread bread. tree tree tree. drum drum drum. cry cry cry. green green green. fish fish fish. وطبعا الاس اتش منطقها ايه؟ شين. chair chair chair. طبعا السي اتش منطقها تشا. 3 3 3. تي اتش منطقها ايه؟ ث. وممكن لها نطق تاني اسمه ايه؟ ذا. ازاي؟ هنقول ايه؟ mother 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 mother. spider spider spider. present present. play play. bring bring bring. train train. dish dish. sheep sheep. cheese cheese. peach peach peach. Spain Spain Spain. creek creek creek. plum plum plum. كده يا حبايبي نبقى خلصنا ليسون 3 وليسون 4 من الوحدة الأولى، وخلصنا بفضل الله الوحدة الأولى كلها. أتمنى تكونوا استفدتم، وعايزك تعمل لايك وشير للفيديو وشاركوا مع أصدقائك عشان يستفيدوا ويتعلموا زي ما أنت استفدت وتعلمت. واستعن بالله دايما في مذاكرتك، واقرا كتير وذاكر كتير، وإن شاء الله تبقى من المتفوقين. وشكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.